السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحباب الكرام ومتابعين الأعزاء، متابعي قناة وصفحة مسلمة في زمن الغربة. طبعا اليوم يوم الخميس والليلة ليلة الجمعة، وده موعدنا مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا من أفضل وأعظم الأحاديث، وإن كانت كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فاضلة وعظيمة، ولكن يوجد حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها فضل عظيم، فهي سبب في تفريج الهموم والغموم والكروب وانتهاء الأحزان بإذن الله. وأن هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشغل للصحابة، فكان الصحابة يحبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثرون حبه على أنفسهم، فإكثارهم من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كان نابع من حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. واليوم معنا حديث عظيم جدا جدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث طبعا، وهذا في رحاب السنة النبوية العاطرة، يبرز لنا هذا الحديث الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه يضيء درب المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكشف عن فضل عظيم وخير عميم من الصلاة والسلام على سيد المرسلين. الأول نقول نص الحديث اللي رواه الترمذي ونتكلم عن شرحه، وبعد كده نتكلم عن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي وغيره بإسناد حسنه جميع أهل العلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وفي رواية أخرى: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. أما شرح هذا الحديث في هذا الحوار الإيماني الرفيع بين أبي بن كعب والنبي صلى الله عليه وسلم، يحمل في طياته معاني جليلة ودلالات عميقة يمكن تفصيلها في بعض النقاط وفي بعض الأرقام. رقم 1: معنى صلاتي في الحديث. لفظ الصلاة في قول أبي: فكم أجعل لك من صلاتي، لا يقصد أبي الصلاة المفروضة ذات الركوع والسجود، وإنما المقصود هو الدعاء، فالصلاة تعني الدعاء أيضا. فقد كان لأبي بن كعب كعادة الصالحين وقت يخصصه للدعاء لنفسه ولأهله وسؤال الله من خير الدنيا والآخرة، فكان سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن القدر الذي يخصصه من وقت دعائه هنا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 2: التدريج في الخير. يظهر الحديث حرص الصحابي الجليل على استثمار وقته في أفضل الأعمال، وتدرجه في السؤال عن الربع ثم النصف ثم الثلثين يعكس رغبته في نيل أكبر قدر من الخير في كل مرة. كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم يشجعه على الزيادة: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. وهنا يدل على أن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو خير محض لا حدود له ولا انتهاء. رقم 3: ذروة المحبة. أجعل لك صلاتي كلها. ذروة المحبة. أجعل ذروة المحبة وهذا الشوق قرر أن يجعل وقته المخصص للدعاء كله للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني أنه ترك الدعاء لنفسه بالمطلق، بل يعني أنه وثق بأن صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ستكون هي الوسيلة التي تقضى بها حاجاته وتجاب دعواته، وهو ما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 4: الجزاء من جنس العمل. إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وكانت البشرى النبوية جوابا شافيا وكافيا، فمن قدم حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه على حاجته فإن الدعاء لنفسه
فإن الله عز وجل يتكفل له بكلا الأمرين، كفاية الهم هو كل ما يشغل البال ويقلق الإنسان من أمور الدنيا والآخرة، من رزق وصحة وأولاد ومستقبل وأهوال يوم القيامة. فمن جعل جل دعاءه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله له بكل همومه، فيعيش براحة بال وطمأنينة نفس. مغفرة الذنب وهو أعظم ما يطلبه العبد من ربه، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتكفير السيئات ومحو الخطايا، وهي الغاية الأسمى التي يسعى إليها كل مؤمن. فجمع الله لمن فعل ذلك خير الدنيا والآخرة، وراحة البال في الدنيا والآخرة من الذنوب في الآخرة. أما فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأجل الطاعات، وقد ورد في فضلها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. ومن أبرز هذه الفضائل امتثالا لأمر الله تعالى، قال عز وجل في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رقم 2 مضاعفة الأجر، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات. رواه النسائي وصححه الألباني. وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سببا لنيل شفاعة النبي يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. أيضا سبب لاستجابة الدعاء، يستحب يستحب للمسلم أن يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم دعاءه، فإن ذلك أرجى لقبول الدعاء في بعد الصلاة على النبي. والصلاة الله وملائكته، فمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه الله وملائكته. وصلاة الله والملائكة على العبد أفضل من صلاة العبد على نفسه أو على غيره، فإن الملائكة دعاءها وصلاتها مستجابة بدون شك، وصلاة الله أعظم وأكبر. فكلما أكثرت من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام زال همك وكربك، وانفرجت كل عقدك، وآتاك الله كل خير تتمناه وترجوه. ونختم بالصلاة والسلام على النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا في فضائل تانية، ولكن نذكرها في وقت آخر أو نذكرها الآن حتى نكمل الكلام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتعرض على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كما هو معلوم تعرض الصلاة يوم الخميس. وأيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نجاة من وصف البخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وسبب لطيب المجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوما مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم حسرة وندامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. يعني الإنسان أي مجلس يجلس فيه لابد أن يكثر فيه من الصلاة والسلام. وتذكر تذكير ذكر بعض أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتذكر ما ينساه. يعني الإنسان حتى يعني إحنا بالعامية كده لما الإنسان يكون ناسي حاجة ويجي يفكرها يحاول يفتكرها بيقول لي اللهم صل على محمد، فهي بتكون سبب لتذكير الإنسان أي شيء نسيه. حديث أبي بن كعب حديث عظيم جليل يفتح لنا الآفاق في الإكثار من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن تقضى الحاجات وتفرج الكروب وتغفر الذنوب وترفع الدرجات، وينال العبد السعادة في الدنيا والآخرة بفضل الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.